في مشهد من أبهج مشاهد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفصل من أجمل فصول حياته عليه الصلاة والسلام، كل حياته جمال وبهاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم مرة مشغولا بوفد من كبار قريش يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، مشغول بأعظم وظيفة على وجه الأرض للمسلم، ألا وهي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كان ذلك قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المسلمون وكانت البشرية أحوج ما تكون إلى دعوة التوحيد توجيهها إلى الله سبحانه وتعالى. في هذا الخضم وفي هذه الأثناء ونبينا صلى الله عليه وسلم منغمس وهو يدعو هؤلاء القوم، إذ جاءه رجل من بسطاء الناس ابن أم مكتوم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وابن أم مكتوم كان رجلا كفيفا لا يرى، فانشغل عنه النبي عليه الصلاة والسلام في شأن دعوة هؤلاء القوم إلى الإسلام. هذه اللفتة البسيطة، هذا المشهد الذي انشغل به النبي صلى الله عليه وسلم هنيهة، وإن لم يراه ذلك الأعمى، لكنه لم يفوت في سجلات السماء، فجاءت الإجابة وجاء العتب من السماء مباشرة، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وما يدريك لعله يزكى إذا سمع كلامك يا رسول الله، لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى، هؤلاء القوم الذين لهم المكانة والجاه والاستغناء، أما من استغنى فأنت له تصدى، أي تتوجه إليه بالكلام. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. جاء العتاب من الله سبحانه وتعالى إلى نبيه، وإن لم يكن هذا الأمر قد وقر في نفس هذا الرجل الذي لم يكن يبصر هذا المشهد، لكن الله سبحانه وتعالى لم يفوت هذا المشهد تربية لنا وتربية لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام في ثنايا الآيات، يقول له: أنت إذا انشغلت بهؤلاء القوم في دعوتهم وهملت هذا الرجل وتركت هذا الرجل، فإن هذا الخطاب ليس بالضرورة أن يهديهم، وما عليك أن لا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. مثل هذا المشهد كم يتكرر في حياتنا بشكل يومي، لكنه ليس مع الأكفاء أو الأكفاء، ليس مع العميان، وإنما مع المرسلين. وليس بانشغالنا في أمر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما بانشغالنا في أمور أخرى وربما في أمور الدنيا. هذا المشهد يتكرر بشكل يومي وبشكل كثيف وكثير في حياتنا. يمر أحدنا على أناس يعرفهم، يصافح عدة أناس ممن يعرف، ثم يمر على العامل البسيط، وذلك الرجل أصلا لا يلتفت إليه، فضلا عن أن يمد يده للسلام ولا ينظر إليه أساسا. طلب مرة كبراء قريش من النبي عليه الصلاة والسلام أن إذا أراد دعوتهم إلى الإسلام أن يخصهم بمجلس، وأن لا يصطحب صحبه الكرام الذين كانوا من بسطاء الناس، بلال وعمار بن ياسر وصهيب بن مسعود وغيرهم. فأرادت قريش أن يخصهم بمجلس وأن لا يصطحب هؤلاء حتى لا يتأثر برستيج المجلس بهؤلاء البسطاء. فأنزل الله سبحانه وتعالى محذرا نبيه: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وأنزل الله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وهل نبينا عليه الصلاة والسلام يريد زينة الحياة الدنيا؟ لكن هذا خطاب لنا نحن، تربية لنا. تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذا الخطاب السماوي الذي ينزل على قلوبنا كالسياط، يربي فينا دقائق الدقائق في نفوسنا حينما ننظر إلى الآخرين بأنهم أدنى منا طبقة،
إما في المادة وإما في الحسب والنسب وإما في الجمال والشكل وإما في اللغة وفي غيرها. السؤال: من الذي أعطاك هذا؟ هل هو بذكائك واجتهادك أم هو رزق وقسمة من الله سبحانه وتعالى؟ هذه المعايير التي نتحاكم فيها نحن معشر البشر إنما هي في مقياس السماء هباء منثورا. الله سبحانه وتعالى لما نوعنا في الأجناس والتعدد والأطياف نوعنا لغاية وغرض، وجعلناكم شعوبا وقبائل. لماذا؟ لتتكبروا. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لكن ليس هذا هو المقياس. لذلك ثنى الله سبحانه وتعالى بعدها قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه الطبقية التي جعلها الله سبحانه وتعالى بين البشر لغاية محددة ليس لغيرها. ورفعنا بعضهم فوق بعض ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، أي يسخر الله سبحانه وتعالى الأعلى لخدمة الأدنى. ورحمة ربك خير مما يجمعون. لم تكن هذه المعايير حاضرة في ممارسات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جليبيب هذا الصحابي الجليل الذي كان في السماء مشهورا لكنه في الأرض مجهولا، كان رجلا دميما ليس فيه جمال كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه راوي الحديث، يقول: كان جليبيب رجلا دميما وكان من فقراء الناس، وكان يجلس على موائد المسلمين يأكل معهم، وكان يكثر الجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام مرة: ألا تتزوج يا جليبيب؟ فتعجب جليبيب من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنا يا رسول الله، ومن الذي يتزوجني؟ من الذي يزوجني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أزوجك يا جليبيب. فقال جليبيب: إذا تجدني كاسدا يا رسول الله، يعني لا أصلح للزواج. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنك عند الله لست بكاسد. نحن لا نقيس هنا في السماء، ولكنك عند الله لست بكاسد. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتحين الفرصة حتى يجد زوجة لجليبيب. فأتى يوم من الأيام رجل قد توفي زوج ابنته، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أعرض ابنتي إليك لتتزوجها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ولكن ليست لي. قال: إذن لمن؟ قال: لجليبيب. فصعق الرجل. أهل المدينة يعرفون جليبيب وأمثال جليبيب من بسطاء الناس، يعني بمعاييرنا اليوم في أدنى المستويات الاجتماعية. فقال الرجل: دعني أستمر أمها يا رسول الله. فذهب الرجل إلى امرأته وقال لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إليك ابنتك. فقالت: وافرحتاه، ومن يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ولكن ليست له، وإنما لجليبيب. قالت: لعمر الله والله لا أزوجها جليبيبا، لقد منعناها فلانا وفلانا وفلان حتى أزوجها جليبيب. والبنت تسمع خطاب والديها في خدرها. فلما انتهى المجلس وأراد الرجل أن ينصرف مكتئبا حزينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر الذي لا يستطيع أن يواجه به النبي صلى الله عليه وسلم، خرجت الفتاة من خدرها وقالت: من الذي خطبني إليكما؟ فقال أبوها: قال خطبك النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: أو تردان أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ادفعاني إليه فوالله لن يضيعني. قدمت زهرة شبابها طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، موقنة قائلة: والله لا يضيعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزوجهم النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يده يدعو لهما، قال: اللهم اجعل عيشهما صب عليهما الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشهما كدا كدا. يقول أنس: فما هي إلا أيام وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من غزواته. فلما انتهت المعركة سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من تفقدون من المسلمين؟ قالوا: نفقد فلانا وفلانا وفلان. النبي الآن ينتظر اسم جليبيب. قال: ومن تفقدون؟ قالوا: فلانا وفلانا وفلان.
ثم قتلوه. فحمل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الجسد المضرج بدمائه ورفعه على ساعديه وهو يقول: هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. يقول أنس: فأخذنا نحفر قبر جليبيب، وبينما نحن نحفر القبر ليس لجليبيب فراش إلا يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دفن جليبيب يقول أنس: ما إن انتهت عدة امرأته حتى تسابق عليها كبار الصحابة. هؤلاء القوم لما وضعوا المعايير المادية تحت أرجلهم سادوا وقادوا الدنيا. وعلى خير خلق الله محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، معاشر المسلمين، حينما يظن الإنسان المسلم على وجه الخصوص أن مثل هذا الخطاب، أن مثل هذا التحذير إنما هو من ثنائية القول ليس من ضروريته، فهذا ضرب من التعالي على الحق، وهو صلب الموضوع الذي نتكلم فيه. فلما حذر النبي صلى الله عليه وسلم مرة أصحابه من الكبر، قال أحدهم متعجبا: يا رسول الله، ولكن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، يعني مظهره جيدا. فهم الصحابة أن التكبر والتعالي في المظهر، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك، وإنما هذا بطر الحق وغمط الناس، رد الحق وغمط الناس. وهذه أيها الكرام إذا وقرت في قلب المسلم فإن لها آثارا وخيمة جدا ربما لا يدركها حتى الشخص نفسه. قال الله سبحانه وتعالى في آية عظيمة: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. لماذا؟ لأن الله طمس على قلوبهم. وإن يروا سبيل الرشد، هم يرون السبيل، الله يقول: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي، هم يعرفون أنه طريق غي، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. حينما تتلاطم الأحداث وتموج الفتن ويصطف بعضنا مع خندق الباطل، قد يكون بسبب دسيسة كبر في نفسه لم يعالجها. من أنت أيها المسلم حتى ترى في نفسك شيئا على الآخر؟ نبينا صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذاك الرجل ترجف فرائصه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد البشرية: هون عليك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة، تأكل بسيط الطعام. عرج به ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء السابعة، ثم عاد يأكل مع البسطاء والفقراء. وأحدنا ربما حصل على شهادة أو منصب أو درس في الخارج، فأتى وهو منتفخ لا يستطيع أحد أن يتحدث معه. هذا التصرف وهذه الدسيسة في النفس لها آثار وخيمة على الإنسان. الله سبحانه وتعالى في يوم المحشر يقول: أين المتكبرون؟ أين المتجبرون؟ وفي الحديث الآخر يقول: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما قذفته في النار. هذا خطاب الله سبحانه وتعالى لنا. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأفعال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت.